فقعدة النهاردة مش جايين نحكي عن موضة ولا ندي نصايح، احنا جايين نحكي عننا، عن نظرات بنشوفها وكلام بيتقال من غير ما حد يعرفنا اصلا. جايين نسأل ليه بنحكم على بعض بسرعة، ويا ريت نجاوب مع بعض بصوت هادي من القلب. لو بتحبي القعدة والفضفضة يبقى مكانك هنا مع قعدة ستات. هاتي قهوتك وركزي معايا، القعدة ابتدت. ليه بنحكم على بعض من غير ما نفهم؟ انا عندي سؤال، يمكن السؤال ده بسيط بس تأثيره كبير قوي. ليه اول ما بنشوف ست نحكم عليها من غير ما ندي نفسنا فرصة نفهمها؟ من لبسها، من نبرة صوتها، من ضحكتها، من طريقتها في الكلام. ليه دايما بنحط بعض في خانات ضيقة قوي؟ لو لبسها لافت نقول بتحب تلفت النظر، ولو لبسها بسيط نقول مش مهتمة بنفسها، ولو صوتها عالي نقول قليلة الأدب، ولو هادية نقول معقدة أو مغرورة. يعني فين الصح؟ مين بيحط القواعد دي؟ وليه لازم نمشي وراها من غير ما نسأل؟ اللي يمكن ناس كتيرة مش بتفكر فيه إن كل واحدة فينا عبارة عن قصة كاملة، قصة فيها أوجاع وضغوط، اختيارات، تضحيات. يمكن لبسها ده بيخليها تحس إنها مسيطرة على حياتها لأول مرة في حياتها، يمكن ضحكتها العالية دي كانت مختفية من سنين بسبب خوف أو قهر، ويمكن سكوتها مش تكبر بس وجع مش لاقي الكلام اللي يطلعه ويعبر عنه.